ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. الدرس اللي فات اشتغلنا على الاوفر اكسبوجر، الصوره اللاسعه، بمعنى اصح الاضاءه فيها عاليه جدا. تمام. وقلنا هنعمل فيها ايه لو صدفتنا. تمام. الدرس بتاع النهارده معانا العكس. عندنا صوره متصوره، الاضاءه في الخلفيه مظبوطه في الباك جراوند، وعلى الشخص نفسه الإضاءة مش مظبوطة وطالع دارك خالص ومفيش أي إضاءة عليه. طبعا هو المصور غلطان إن هو ما ده مصدر إضاءة ال- الباك جراوند ده، فهو المفروض كان الشخص يبقى وشه الناحية دي. تمام. يعني يصور على الناحية التانية عكس الاتجاه ده. فطبعا طالما الصورة متصورة رو، فيبقى فيها احتمالية ان هي تتظبط وترجع يعني ايه بشكل احسن شوية. تمام. مش هتبقى بنسبة 100%، بس يعني ايه هتبقى مقبولة عامة. تمام. كل اللي علينا ان احنا ايه، عندنا هنا مفيش اي تفاصيل. الصورة الشخص طالع معانا اسود خالص. هنيجي عند البلاك اول حاجة وهنبدأ نعليها كده بالشكل ده على الاخر. تمام. كده بدأت تظهر معانا ملامح شوية. تمام. هنيجي عند الشادو وهنبدأ نرفع الشادو بنسبة 50%. تمام. هنيجي عند الاكسبوجر وهنيجي نقفل الخلفية شوية. تمام. الباك جراوند، كونتراست، الهايلايت بالشكل ده. تمام. وايت هنقفلها عشان السحاب ما تبقاش، يعني لو احنا فتحنا الوايت هتبقى كده كده هيبان فيها التفاصيل. تمام. بس كده كل اللي علينا ان احنا هنبدأ نخش على الخطوة اللي بعديها. عندنا الكيرفس. تمام. نبدأ نعلي ونقلل نشوف الفرق معانا. تمام. ده الهايلايت، فاحنا هنقلله، هنخليه بنسبة -30. تمام. لايت هيبقى برضو مأثر على الخلفية، فاحنا هنقلله برضو. تمام. عندنا الدارك هنرفعه، ده هيأثر على الشخص اللي معانا. الشادو برضو نفس النظام بالشكل ده. تمام. عندنا ديتيلز الشارب، هنبدأ نعلي حاجة بسيطة هنا. معالجة النويز هنخليها 30. الكولر 25 بالشكل ده. تمام. وهنفتح الصورة بتاعتنا ونشتغل عليها، ندوس انتر. الصورة فتحت معانا بالشكل ده. كده بقى عندنا شبه تفاصيل باينة على الشخص، لأن الصورة كانت الأول أول ما فتحناها. هنرجع نعمل reset to difficult ونفتح الصورة برضو معانا عشان نبقى عارفين احنا وصلنا ليه. تمام. ده شكل الصورة الأساسي. بص، الإضاءة مفيش خالص. تمام. مفيش تفاصيل باينة خالص في الوش ولا أي ملامح ولا أي حاجة. كده احنا بدأنا نظبطها بنسبة 50% يعتبر. تمام. كل اللي علينا ان احنا هنعمل دبل لاير وهنيجي هنا عند select subject ونعمل select على الشخص اللي معانا. هو احنا هندوس select subject على الفوتوشوب، هيبدأ بالذكاء الاصطناعي يحدد الشخص لوحده. تمام. طبعا ما بيحددهوش بنسبة 100%، يعني بيبقى محتاج شوية تظبيط بسيط، حاجات شبه كده صغيرة، تفاصيل صغيرة بتضيع منهم. تمام. احنا بنبدأ نظبطها، مفيش اي مشكلة عادي. بس ده مش يعني ايه، مش وقت الفيديو بتاعنا،
فيعني دي حاجة تانية. تمام. فكل اللي احنا هنعمله ايه بعد ما حددنا الشخص، هندوس على كنترول جي من الكيبورد، هيفصل لنا الشخص من الخلفية. يعني احنا لو قفلنا كده هيبقى معانا الشخص بس. تمام. هنيجي عند الشخص اللي معانا في الصورة وهنبدأ نفتح كيرفس، وهنبدأ نعمل كده هنا، نعمل ماسك على ان هي التأثير يبقى على الصورة اللي تحت بس، ما يتأثرش على الخلفية. تمام. هنيجي هنا وهنبدأ نغمق من تحت شوية كده عشان الصورة تظبط معانا. يعني كده بصوا ما كانتش مظبوطة البلاك بتاعها. تمام. كده بدأت تبان شوية. تمام. هنيجي هنا نفتح من فوق شوية، مش كتير. تمام. محتاجين نغمق من تحت حاجة بسيطة بالشكل ده. تمام. ونيجي نبص كده ان احنا ايه، بدأنا نظبط الصورة بشكل ملحوظ، يعني من قبل لبعد الصورة بتاعتنا بدأت تبان، وهنبدأ نشتغل عليها وهتبقى كويسة جدا. تمام. طبعا احنا عشان نشتغل على صورة شبه دي احنا هنبدأ نعمل ألوان السحاب وألوان باك جراوند، نعلي الألوان شوية. يعني احنا مثلا لو جينا اشتغلنا على الباك جراوند بس، يعني احنا عايزين الشخص عن الخلفية كده كده. تمام. هيبدأ هنا نقلل الهايلايت شوية برضو عشان تبان التفاصيل اكتر. كده بدأت السحاب تبان. تمام. الوايت هنقلله شوية برضو. تمام. هنبدأ نعلي الألوان شوية معانا بالشكل ده. مثلا هنخليها هنا 50، وهنعلي هنا 23 مثلا. تمام. وهندوس اوكي. كده التأثير بتاعنا بتاع الألوان على الخلفية بس. تمام. عايزين نظبط ألوان الشخص، هنبدأ برضو ندوس عليه على اللاير بتاعته، وهنبدأ نفتح الكاميرا رو فلتر ونبدأ نظبط برضو معانا بالشكل ده. تمام. نحاول ان احنا ايه نظبط بقدر الامكان ان احنا نفتح الصورة معانا. تمام. نديها سنة الوان وندوس اوكي. كده الصورة اهي بدأت تبقى مظبوطة معانا شوية. كل ما الحتة البلاك اللي تحت دي تبدأ تبقى زيادة في الألوان أو أبيض زيادة، فهنبدأ إن احنا ايه نظبطها من هنا. تمام. بالشكل ده. ممكن نعمل نقطة هنا كده بالشكل ده، ونبدأ نعلي كده حاجة بسيطة. فالموضوع بسيط جدا، وطبعا دي عيب من العيوب في التصوير. يعني لازم تاخد بالك في التصوير ان انت ما يبقاش الخلفية لاسعة معاك. يعني الخلفية ما تبقاش اوت، يعني الاكسبوجر بتاعها اوفر، والشخص ما يبقاش باين. وما ينفعش يبقى العكس، الشخص الاكسبوجر بتاعه عالي والخلفية تبقى باينة. دي حاجات لازم تاخد بالك فيها قبل ما تصور. تمام. والموضوع بسيط جدا. اهم حاجة ان انت تصور رو عشان تصلح الصورة بتاعتك. انما لو كانت جيبك هتبقى صعبة شوية في التعديل، ومش هتوصل للدرجة ديت في التعديل. احنا كده يعتبر ظبطنا الصورة بنسبة 70%، 75%. تمام. من كده لكده الصورة تعتبر كويسة جدا. تمام. هنبدأ ان احنا نشيل بقى الحاجات دي والاسلاك بقى والحاجات اللي في الباك جراوند، او ممكن نعمل بلور. نظبط الصورة على حسب ما احنا عايزين عادي. بس ده مش موضوع الفيديو. وبكده الفيديو خلص يعتبر. بقى اللي وصل لاخر الفيديو ينزل يعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل له كل جديد. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.